السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يومكم سعادة وهنا بإذن الله. النهاردة هعرفكم ايه هو نوع البلاستيك اللي تجيبوه وتستخدموه في الأطعمة وانتوا مطمنين ومش قلقانين ان البلاستيك ده يتفاعل مع الأكل السخن او البارد او وطفر انت حاطة فيه اي نوع من الأكل. تمام؟ ده يا حبايبي دي بولة كنت جايباها هي وبولات صغيره معاها زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا لما باجي اشتري بلاستيك لازم ببص على ايه، على اللي هنا الختم الاختام اللي هنا بيبقى مكتوب هنا رقم 5. يا رب يكون الكاميرا جايباه اهو، رقم 5 شايفينه؟ رقم 5 اهو يا حبايبي. وكمان علامه المعلقه والشوكه، يعني بيقول لك ان هو غذائي، بيقول لك ان هو ايه، غذائي. وهنا علامة الميكروويف، علامة الميكروويف، ومحطوط علامة اللي فوق دي شايفينها، وبرده الصغيرة اهي الشوكة والمعلقة اهي، يعني معناها انه غذائي. والميكروويف وصورة يعني ان هو صورة الميكروويف يعني يتحط في الميكروويف، وكمان مش هيتفاعل يعني. ورقم 5 اهو، رقم 5 في البلاستيك هو الغذائي، يعني ما تقلقيش منه خالص. لو حطيتي فيه الاكل ساقع او سخن مش هيتفاعل مع الايه، مع الاكل. يا رب اكون فدتكم وقلت لكم على المعلومه ديت وتكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.